للوقوف على الواقع التربوي في المحافظة، استضاف مجلس محافظة النجف المدير العام لمديرية تربية النجف ومدراء الأقسام ومدراء التربية في الأقضية والنواحي لمناقشة الواقع التربوي والتعليمي لهذا العام. وكان من أهم النقاط التي نوقشت في الجلسة النقص الحاصل في الكتب المدرسية والتي أثرت وبشكل مباشر على سير العملية التعليمية في المحافظة. كانت جلسة اليوم جلسة مجلس المحافظة في النجف الأشرف هي مخصصة لدراسة الواقع التربوي وتطوير الواقع التربوي، معالجة المشاكل اللي موجودة، طرح المشاكل اللي موجودة. من المشاكل هي نقل الكتب، طبع الكتب. كنا نتأمل أن تكون هذه الجلسة يعني في وقت سابق لهذا، يعني قبل بداية العام الدراسي، وبصراحة كان هناك يعني تفاهم كبير بين يعني إدارة التربية وبين رئاسة مجلس المحافظة والإخوان أعضاء المجلس. أعضاء المجلس أشاروا إلى أن هنالك تقصير واضح من قبل وزير التربية بسبب عدم متابعة رئيس الحكومة عمل الوزراء، وطالبوا مجلس النواب استجواب الوزير بسبب التلكؤ الحاصل. يعني الآن شنو مشكلة أبو التربية؟ طبع، ايش قد عندنا مطابع حكومية، كل وزارة بها مطبعة. وزارة الصحة المطبعة مالتها كافية لطبع نقول ربع حاجة العراق. احنا بالمحافظات عندنا مطابع، حقيقة هي فساد. يعني هاي أنا ما أعرف رئيس الوزراء ما يوجه وزراء، ما عنده حكومة ظل، ما عنده مستشار يتابع الوزير. يبدو أن الوزير فوضوي، يذهب بكيفه، يشتغل بكيفه. اليوم طالبنا مجلس المحافظة، طالبنا لجنة التربية بمخاطبة مجلس النواب، لجنة التربية بمساءلة وزير التربية بسبب التلكؤ الذي أحدثه. رئيس لجنة التربية بمجلس محافظة النجف كشف عن مخاطبات سابقة لوزارة التربية بنقل عملية طبع الكتب المدرسية للمحافظة، إلا أن الوزارة لا تسمع بسبب وجود أشخاص مستفيدين من هذا الموضوع بحسب تعبيره. طلبنا من الوزارة أكثر من مرة أنه طبع الكتب خلي يصير بإشراف الوزارة، ما عندنا أي مانع أن يكون في المحافظات وخاصة في محافظة النجف. للأسف وزارة التربية بهالخصوص قد لا تسمع، لأنه قد يكون هناك ناس مستفيدة من هذا الموضوع. وتستمر العملية التربوية والتعليمية في البلاد بالتراجع بعدما كان العراق يشغل المراتب الأولى بين دول العالم. من داخل مجلس محافظة النجف، حسام الكعبي، NRT عربية.